تيجي على منصه بناء ستيلا يتم تطويرها من خلال مجموعه ستلانتس 7 سيتس، والبيجو 5008 بتيجي بمحرك ما بقتش الشكل الام بي في بتاع زمان اللي هو الشكل اللي ما كانش الشاشه كيرفي، بتيجي 21 برضه واخده شكل عربيه الكروس لا الحركه طنط الابواب الجانبيه فيها كلام حلو يتقال. بيجو 5000 العربيه طبعا بتنزل بموتور 1600 سي سي توربو 4 سلندر. بيجو 5008 2026 العربيه الكروس اوفر متوسطه الحجم، عربيه 7 سيتس، والعربيه دي فرنسيه المنشا والتصنيع، وبيتم تطويرها من خلال مجموعه ستلانتس. هي بتعتبر الجيل الثالث وبتدخل الاسواق المصريه من خلال شركه مانسكو الوكيل المحلي لعلامه بيجو الفرنسيه في مصر. والبيجو 5008 بتيجي على منصه بناء ستيلا ميديوم، ودي نفس المنصه المستخدمه في الجيل الجديد من البيجو 3008 وكمان الاوبل جراند لاند والجيل القادم من الستروين سي 5 اير كروس. والبيجو 5008 بتيجي بمحرك برنس، محرك متطور بيجي 1600 سي سي توربو، وبتنافس في الاسواق المصريه السكودا كودياك وكمان العربيه الاكسيد الفي اكس، وبتنزل بفئتين من التجهيزات، فئه الالور ودي سعرها 2,175,000، والفئه الثانيه فئه الجي تي لاين ودي سعرها 150,000 جنيه. والاسعار اللي بلاغه دي هي الاسعار الرسميه طبقا لسعر الوكيل ولحظه تصوير الفيديو، وحط خط كده تحت لحظه تصوير الفيديو. الفئه اللي هتكون معانا النهارده هي الفئه الثانيه فئه الجي تي لاين. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم مواصفاتها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير الفيديو عشان يوصل لكل محبي السيارات. بص على العربيه بشكل عام هتلاقي ان العربيه شكلها طبعا كبيره، باين عليها انها عربيه 7 سيتس عائليه، ومع ذلك ما بقتش الشكل الام بي في بتاع زمان اللي هو الشكل اللي ما كانش مقبول عند الكثير من الناس، بقت برضه واخده شكل عربيه الكروس اوفر. طبعا هنا بقى لو جيت تبص على مقدمه العربيه هتلاقي ان الواجهه او المقدمه بتاعت العربيه هي نفس المقدمه اللي جايه في العربيه ال 3008، ومع وجود الحليه او الترم اللي جاي من البيانو بلاك عليه ال 5008 اللي موجوده هنا. طبعا الشبكه بتاعت العربيه البيجو بقت التريد مارك بتاعت الشبكه دي بقت خلاص تريد مارك في عربيات البيجو، وطبعا علامه بيجو الشهيره. وهنا طبعا في الديفيوزر الخلفي اللي فيه برضه فتحات تهويه في الاسفل هنا. وطبعا هنا تريد مارك اللي موجود في عربيات بيجو كلها المخالب او مخالب الاسد، طبعا هي دي الفوج لايتس اللي جايه على شكل مخالب الاسد. الاضاءه في العربيه جايه بالكامل كلها من ماتريكس ال اي دي، سواء الاضاءه الاماميه او الاضاءه الخلفيه او الفوج لايتس او الاشارات. العربيه زي ما انتم شايفين برضه جايه تو تونز، هتلاقي ان السقف جاي باللون الاسود، جاي بلون مختلف عن لون العربيه، كمان مع الروف راك اللي جاي مدي برده شكل انيق في العربيه واللي جاي برده من البيانو راك، وكمان الكفر بتاع المرايات بتاعت العربيه. فالعربيه جايه كلها تو تونز، وطبعا القوايم بتاعت العربيه والجزء بتاع الكتف الخلفي اللي جاي برده فاميه، يعني جاي مع الازاز الخلفي الجانبي والجزء الكتف ده جاي كله من الفاميل الاسود. فعارف انت بقى ايه مكمل كده الجزء بتاع البيانو بلاك اللي موجود في العربيه، والجزء ده جاي من اللون الجراي، فتحس ان العربيه كده مالتي كالرز، فبتدي شكل برده لذيذ في العربيه وجميل. يعني الازاز الخلفي في العربيه جاي كله فاميه، والسبويلر الخلفي اللي جاي مدمج معاه لمبه الستوب لايت، وطبعا في مساحه خلفيه. والفوانيس بتاعه العربيه الخلفيه اختلفت عن الشكل السابق او الجيل السابق، اختلف عنه شويه. وهنا طبعا هنلاقي فيه تريم من البيانو بلاك برضو زي التريم اللي جاي قدام في العربيه وعليه كلمه بيجو. وهنا بقى هنلاقي هنا 5008، والاكسدام بتاع العربيه جاي كله من الفبر، جاي جزء منه باللون الجراي وجزء طبعا من الفبر الاسود. وهنلاقي برضو هنا حساسات لكن الخلفيه، وكمان في حساسات اماميه على فكره، وطبعا في كاميرا محيطيه 360 درجه. المرايات بتاعت العربيه بتيجي ضبط كهرباء، ضم كهرباء، كمان في اشارات على الكفر بتاع المرايه، وكمان فيها بلايند سبوت في المرايه بتاعت العربيه. دخول العربيه كيلس انتري، وكمان فيها خاصيه الكامفورت اكسس اللي هي مجرد ما بعدت عن العربيه هتلاقي العربيه قفلت لوحدها اهي. نخلص كده، لما تخلص كله ولما بتقرب من العربيه هتلاقي العربيه، بص اهي عايز اسيبها لك اهي، ومجرد ما قربت من العربيه هتلاقي العربيه فتحت. طبعا زي ما انتم شايفين العربيه عربيه 7 سيتس فحجمها كويس جدا. تعالوا نبص بقى على الابعاد بتاعت العربيه. انا دايما بحب اقول لكم او اعمل لكم فقره مخصوص لان في ناس بتحب جدا تبقى عارفه الابعاد بتاعت العربيه. العربيه بتيجي طولها الكلي 4 متر 79 سم و1
عرض العربيه بيجي 189 سم ونص. الارتفاع الكلي في العربيه متر 69 سم و4 طول قاعده العجلات 2 متر 84 سم. المساحه بصراحه او طول قاعده العجلات فعلا مساحتها كبيره او طولها كبير. والارتفاع العتب او الخلوص الارضي بيجي 20 سم و4. العربيه برضو عاليه على فكره. مقاس الجنوط 19 بوصه 225 على 55 والجنط جاي 2 تونز. شنطه العربيه البيجو 5008 الجي تي لاين. طبعا الشنطه بتيجي كهرباء وتقدر تفتحها بالريموت بتاع العربيه وتقدر تفتحها من جوه وتقدر كمان تفتحها بالركل. يعني انا بصراحه بعجب جدا لما بتكون العربيه فيها فتح الشنطه بتاعتها بالركل دي، لانك ساعات الواحد فعلا بيبقى ساعات معاه شايل كده في ايده ولا حاجه، طالع من السوبر ماركت بقى، طالع من اي حاجه وبتاع، فتلاقي ايه مش لاقي ايد يفتح بيها الشنطه، فبيفتح بقى بنظام الركل دي. جميله بصراحه. الشنطه مساحتها 348 لتر. طبعا ده احنا عاملين طايل ظهر الصف الثالث، عايزين كده نشوف لو عملناه كده هيبقى شكله ايه الدنيا. طبعا هنا انت ما بقاش عندك تقريبا شنطه، انت عندك يا دوبك بس مساحه كده تحط فيها اي حاجه لما تعمل للصف الثالث. طبعا بعد ما عملنا طي للصفين الخلفيين اصبحت المساحه 916 لتر والمساحه فعلا بقت كبيره. وهنا بقى لو رفعنا دي، طبعا هنا بصوا هنا هتلاقي فيه ايه دي لو حبيت تغطي المتعلقات بتاعتك طبعا تكون تاني الصف الثالث، هتحط الستاره بتاعتك دي هتدليلك المتعلقات بتاعتك اللي هتحطها في الشنطه ورا، ده في حاله ان انت تكون مش مستخدم الصف الثالث. وطبعا هنا في الاستبن بتاع العربيه والعده. طبعا زي ما احنا قلنا ان الشنطه كهرباء وتقدر تقفلها من الزرار ده اهو، او تقدر كمان تقفلها ركز. تعالوا بقى نبص على العربيه من جوه، شوف الانتيريور بتاعها من جوه اخباره ايه، سواء مساحات بقى وخامات وحاجات كده. يلا بينا ليتس جو. طبعا لما فتحت الانتيريور بتاع العربيه باين جدا الفخامه والاناقه الفرنسيه والتصميم اللي في منتهى الشياكه، مش لاقي حاجه اقولها غير كده، تصميم في منتهى الشياكه. هي دي دايما عندنا بالتصميمات الفرنسيه والبيجو بالاخص. هتلاقي كمان فرش الكراسي جاي كله من الجلد، جلد الفاخر. كمان ظبط الكراسي الاماميه جاي كله كهرباء، سواء كرسي راكب الامامي او السائق. بيزيد في كرسي السائق بس انه يكون فيه ميموري، لكن الكرسيين الاماميين السائق والراكب الامامي بيجوا فيهم تبريد وتسخين وكمان فيهم مساج. كمان هنلاقي كمان هنا في الكراسي الاماميه في ليك سبورت اهو، بيكون برضو مريح جدا للساقين لما تكون قاعد في العربيه فترات طويله. تعالوا بقى ندخل كده العربيه ونبص على بقيه الخامات والتصميمات الرائعه اللي انا شايفها في البيجو 5008 دي. التابلو بتاع العربيه طبعا مالتي لايرز ومالتي ماتيريالز كمان، يعني هنلاقي الجزء ده اللي فوق جاي كله من الرابر الطري، الجزء ده جاي من الفبر، وفي كده زي يعني معتبرينه كحاليه فيها نقرشه، والجزء ده جاي من القماش ولكن جاي كده خامه، عارف انت القماش الجينز كده شكله ظريف يعني. وطبعا هنا طبعا شاشه الانفوتينمنت بتاعت العربيه اللي بتيجي كلها على بعضها كده، الشاشه كيرفي بتيجي 21 بوصه، الشاشه الانفوتينمنت مع شاشه الداشبورد مدمجين مع بعض. تعالوا كده طبعا ده الستارت ستوب انجن اهو، ندور كده ونبص يعني في العربيه، بص المنظر عامل ازاي. الجزء ده في التابلو ده الشورت كاتس اللي بتبقى موجوده هنا في الشاشه بتاعت العربيه، يعني انت مش محتاج ان انت تلمس الشاشه خلاص عشان تشوف ايه هنا في العربيه، لكن انت تقدر تستعمل من دي كشورت كاتس. يعني هو حاطط لك بعض الايقونات اللي ممكن تبقى سريعه بالنسبه لك للشاشه بتاعت الانفوتينمنت. طبعا الشاشه بتاعت الانفوتينمنت هنا بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، وشاشه العدادات طبعا بتيجي ديجيتال الوانها حلوه جدا، وبرده فيها معظم الداتا اللي موجوده في العربيات. ونبص على بقيه التفاصيل اللي في العربيه. تعال نبص على الطاره جميله قوي، الطاره الصغننه اللي مشهوره بيها عربيات بيجو، طاره تحس انها طاره العربيات الريسنج كده، وجايه طبعا مربعه مالتي فانكشن جلد، فيها حليات من البيانو بلاك، وفي كمان بادل شيفتر خلف الطاره. وبرده هنا في الجزء ده فيه طبعا حليه من البيانو بلاك، وفيها طبعا كلمه جي تي اهي. الطاره تلسكوبيك تقدر تحركها في كل الاتجاهات اهي، شايفين كده اهي دي الطاره. بص بقى شكل الكونسول شكله جديد، شكله متميز جدا في العربيه البيجو، يعني من الكونسولات المتميزه جدا يعني. دي علبه تخزين على فكره، بصوا هفتحها لكم كده وتشوفوها، بصوا عامله ازاي. دي علبه تخزين فيها كمان فتحتين USB اهي،
وفي كمان في مخرج 12 فولت اهو. الجزء ده طبعا ما تقدرش تستخدمه كمساحه تخزين، ولكن في وايرلس تشارجر، في شاحن لاسلكي هنا اهو. وهنا بقى دي زر التحكم في التكييف اهي. وكمان بالمناسبه طبعا التكييف هنا اوتوماتيك ديجيتال تريبل زون، دي زرار الهازارد اللي بيكون موجود هنا عندنا اهو في مكان حلو برضه على فكره. ده زرار الفوليوم. في هنا 2 كاب هولدرز. هنا كمان في علبه التخزين دي، تقدر المساحه بتاعتها جميله جدا على فكره وطريه قوي في وانت ساند عليها دراعك. طبعا هي علبه تخزين ثانيه غير العلبه اللي هنا، تعالوا نفتحها كده ونبص، وبتفتح طبعا في اتجاهين. وكمان المساحه فيها واسعه جدا. وفي كده كمان رف تقدر تستخدمه اهو في العلبه لو معاك حاجات صغيره ما تتنطلش في العلبه اهي. غير بقى كمان ان انت تقدر تستخدمها كمبرد. هنا ناقل الحركه موجود في مكان جديد موجود في التابلو اهو، ده مكانه اهو، شايفين اهو، ده ناقل الحركه اهو. طبعا لما بتيجي هنا بتنقل نقلات بتبان عندك هنا في في الزراير اللي قدامك دي. تعالوا كده بقى ناخد جوله سريعه في الشاشه بتاعت العربيه. بصوا هنا بقى دي الشورت كات اللي بقول لكم عليها هنا. هنا في الميرور سكرين، طبعا هنا برده في الاداس اهو، في مجموعه الاداس اللي بتبقى انظمه مساعده السائق، كاميرا بانوراميه اهي، تنبيه السائق عند الشعور بالتعب. هنا كمان في مساعد الحراره المروريه اهو. وده كمان نظام اللي هو الفرامل الفوجئيه، دي الدرايف مود اهي، درايف مودز، دي درايف مودز نورمال، ايكو، سبورت. هنا بص الامبيانت لايت اللي في العربيه هنا. لا الدرج فخم قوي مبطن بالجوخ. بصوا بقى، بصوا غير بقى كمان المساحه بتاعته واسعه قوي. وكمان وانا بفتح الدرج بيفتح سموز قوي. بصوا عجبني قوي وسع الدرج، وكمان التبطين اللي فيه لا فخم قوي. المرايه بتاعت الصالون الداخلي جايه بخاصيه التعتيم الذاتي. وفي طبعا الاضاءه بتاعت الصالون برده جايه كلها هنا من LED. بطانه السقف الداخلي جايه كلها من الدارك جراي. بصوا نفتح بقى البطانه بتاعت سقف البانوراما. لا مساحته حلوه قوي، مساحته كبيره. تعالوا بقى نفتح كده ونشوف المساحه عامله ازاي. بصوا هي على الرغم انها سقف البانوراما مساحته كبيره، ولكن الجزء اللي بيفتح على قد فتحه سقف، مش مساحه كبيره في الفتح، لكن المساحه بتاعت السقف البانوراما نفسها كبيره يعني. الباقي بانوراما زجاجيه بس. بص فينا جراب نضاره، اصلا دي من الحاجات اللي بتعجبني جدا ان الاقي جراب نضاره هنا بصراحه. طيب تعالوا نشوف البطانه بتاعت الابواب الجانبيه. بطانه الابواب الجانبيه فيها كلام حلو يتقال يعني. اولا طبعا الماتيريال كلها حلوه قوي اهي زي ما انتم شايفين. بص البطانه دي كلها جايه من الرابر الطري. وطبعا الجزء ده جاي هو تحته منه ناشف، بس هو دي نفسها جايه بخامه القماش الجينز. طبعا هي بيكمل التصميم الداخلي في العربيه من جوه. والجزء ده برده من الفبر اللي هو جاي واخد فيه نقرشه كده شكلها ظريف يعني. وطبعا الجزء ده جاي جلد طري جدا، تحت منه سفنج. ودي المكان اللي تمسك منه الباب لما تيجي تقفل الباب بتاعك العربيه. مساحه التخزين بقى او الجيب بتاع التخزين مساحته حلوه قوي 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 يعني، مساحه يعني حلوه. على فكره انا عايز اقول لكم على حاجه من اكتر الحاجات اللي يعني مميزه هنا في العربيه جوه، في المساحات الداخليه بتاعت العربيه جوه، مساحات التخزين. العربيه فيها مساحات تخزين حلوه قوي جوه. برده من الحاجات اللي برده المميزه هنا وجود العتب الميتال اللي جاي مكتوب عليه كلمه بيجو. وكمان دواسه الفرامل والبنزين اللي جايه عليها ميتال. تعالوا بقى نتجه الى المقصوره الخلفيه عشان نشوف اخبار المساحات ايه. يلا بينا. طبعا العربيه وانت داخل انا احب اوصف لك كل حاجه بالتفصيل. العربيه وانت داخل المساحه او زاويه الدخول سلسه جدا وواسعه جدا. العربيه عاليه وانت داخل. الكرسي ارتفاعه في الكنبه الخلفيه عالي، لكن مساحه الكنبه مساحتها حلوه جدا وواسعه. النفق الفتيس ارتفاعه في ارتفاع بسيط بس مسطح، فاللي هيبقى قاعد في النص مش متضايق، لان بص المساحه نفسها مسطحه وعريضه، فاللي هيبقى قاعد في النص مش متضايق. المساحه اسفل الكرسي الامامي لما تيجي تدخل مش رجلك فيه مساحته واسعه جدا، فانت قاعد مستريح مش متضايق. وطبعا المساحه بتاعه الهيد روم كمان كويسه جدا، فانت مش السقف مش كابس على دماغك. في هنا برضو جيب تخزين، هو صغير شويه او شبكه وصغير قوي يعني. وفي طبعا هنا ايزوفيكس مثبت كراسي الاطفال. في ارم ريست برضو، في 2 كاب هولدرز هنا. التكييف طبعا انا قلت لكم ان التكييف هنا تريبل زون، في فتحات تكييف خلفيه. وكمان في شاشه تحكم تقدر تتحكم بكل سهوله ويسر جدا اللي قاعد ورا في التكييف الخلفي اهو. في برضه فتحتين USB، وفي مساحه تخزين صغيره اهي. هنا بقى الجزء الخلفي ده او البطانه بتاعت الاول الخلفيه لا جاي كله من الفبر. وطبعا الجزء ده من الفبر اللي هو فيه نقرشه، والجزء ده اللي جاي قماش عامل زي قماش الجينز شويه. الجزء ده جاي جلد والجزء ده جاي جلد. ومساحه التخزين هنا مساحتها معقوله متوسطه في الجيب التخزين اللي هنا الخلفي. في ستاير خلفيه هنا برضه بتبقى ميزه يعني مع الفامي الخلفي. في ستاير خلفيه. على فكره مساحه الازاز كبيره، بصوا مساحه الازاز فعلا كبيره قوي يعني. بس تعالوا بقى نشوف منظومه الحركه في العربيه البيجو ال 5008 جي تي لاين. يلا بينا.
العربيه طبعا بتنزل بموتور 1600 سي سي توربو 4 سلندر، 180 حصان بتحققوا عند 5500 لفه في الدقيقه، 300 نيوتن بتحققوا عند 2000 لفه في الدقيقه. المنظومه دي كلها متوصله بناء الحركه اوتوماتيك 6 سرعات من ايسن، والعربيه بتيجي جرر امامي. سعه خزان الوقود هنا بتوصل ل 56 لتر، ومعدل استهلاك الوقود في العربيه بيعمل حوالي 6 لتر لكل 100 كيلو، والسرعه القصوى في العربيه بتوصل 206 كيلو متر في الساعه. العربيه بتيجي بتعليق امامي ماكفرسون، والتعليق الخلفي تورشن بيم، وبتيجي ب6 ايرباجز. على فكره برضه لما فتحت الكابوت طبعا برضه في هنا عازل الحراري، بيبقى في ده بيبقى عازل الصوت والحراره، وما شفناش تصفيح. لا، في تصفيح، والتصفيح اللي هو بيعجبني اللي هو بيبقى تصفيح بس فيه فتحات تهويه. انا مش من انصار ان الموتور يكون في التصفيح بتاعته كاتم على الموتور والسخونه بتاعت الموتور خالص تحت، وفي نفس الوقت ما يبقاش مفتوح على البحري. حلو، بيكون في تصفيح زي اللي بيسموه تصفيح شبكي كده يعني، او تصفيح جزئي. طيب تعالوا بقى نتكلم على وسائل الامان اللي بتيجي بيها العربيه البيجو 5008 الجي تي لاين. بصوا، العربيه البيجو 5008 لما تيجي تتكلم على وسائل امان، يعني انا ما اتكلمتش ما قلتش وسائل امان خلاص، انت تاكد انها فيها، فدي حاجه امر مفروغ منه. لكن فعلا هي فيها الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي والتي سي اس، فيها كمان البريك اسيست، فيها انظمه او مجموعه الاداس تشمل تاير بريشر مونيتورنج سيستم في النقط العاميه، فيها النظام التحذير من الخروج من الحاره المروريه، وكمان فيها تحزيم الاصطدام الامامي، وفيها مثبت سرعه تكيفي. العربيه كمان فيها حساسات الركن الاماميه وحساسات ركن خلفيه وكاميرا محيطيه 360 درجه. غير بقى كمان ان العربيه فيها انظمه الثبات على المرتفعات والمنحدرات، وفيها كمان نظام تحذير السائق عند الشعور بالتعب. العربيه البيجو 5008 من العربيات الحقيقه اللي تحترم جدا، بالذات كمان ال 5008، لان العربيه ال 5008 غير بقى انظمه الامان العاليه والشكل برضو الجميل اللي في العربيه، عربيه تعتبر عائليه بجداره. فدي يعني ايه من الحاجات اللي تحسب طبعا للعربيه البيجو 5008. انا كده خلصت الفيديو الخاص بالعربيه البيجو 5008 الجي تي لاين. قبل ما اختم الفيديو بشكر اداره معرض ماستر درايف لاتاحتهم الفرصه لتصوير العربيه اللي كانت معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وشير للفيديو عشان يوصل لكل محب سيارات، واشوفكم فيديوهات ثانيه قريب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.